وجد يعني ما يصير يجيب الحسين. يعني ما يصير يجيب الحسين. لايكاتكم وشيراتكم وسبسكرايباتكم وتعليقاتكم. بامي على طريقتي. تعالوا لحقوا على المقادير والسوالف يا بلعين. اول ما نجيب اللحم، طبعا انا قدرت اجيب لحم شو اسمه هذا ضلوع، زين ما اعرف التركي، ما اعرف شاتشي انا شقلي. قلت له ابي فار ضلوع، قال لي نيه. قلت له ابي ازم فار، قال لي ابي نيه قلت له بو يا رم كيلو يا رم عود نص كيلو. جبت هذا ما اعرف شنو اللحم شنو. المهم هسه راح اقطعه وارجع لكم. بو حبايب هسه قطعنا اللحم الى قطع هيجي. هذا باوع يا العثول هذا هيجي قطعناه. انا خليت كميه يعني مال واحد ما شايف، مال واحد هيك ملطلط صدق يعني. بشرفكم هاي اللحم مال نفر واحد. المهم خليه على الطباخ نغلق. لا تخلي ملح. انا على الوالده كذا تخلي ملح على اللحم وبعدها تسوي يخشب يا حيوان يا حيوانه اللي تفتهمين بعدك. ينسلق وينطبخ وكملي وكل شيء وبعدين انا تخلي ملح. هسه نعوفه لحد ما ينشف المي مالته. هذا اللحم مال هوش ما اعرف، يمكن باكر يا الله راح ينسلق، الله اعلم. خليه ينسلق وارجع لكم. المشكله اللحم لحد الان متاخر، يعني ما ادري يعني صار نص ساعه تقريبا على النار. فجيت اسمع اغنيه هاي سمعوها يا ابويا انا جاني. تعال خلينا نشوف اللحم. تعال بعد المشكله بعد بنات. هذا شنو هذا اللحم نسواننا الزينه؟ شنو هذا النوع اللحم؟ دمرني ما قاعد يستوي والله العظيم. يعني صار نص ساعه وخاله ماكو كل شيء ماكو محضر. هاي باع منتجات عراقيه زين. خبز عراقي يقول لك ماكو خبز عراقي، يقول لك الخرا جاب خبز عراقي زين منتظر. وتمن همه شبس ليز وهاي، بس اللحم ما مستوي. ارجع واقول لكم سمعوها هاي الاغنيه، سمعوها كلش حلوه. ماكو بعده والله ما ودني ماكو هيجي. هسه غير لو يستوي ماكو. بعد لاستيك والله لاستيك والعبان نفس وماكو. هاي الاغنيه دمرتنا، هاي لطشت براسي من البارحه لليوم. سمعوها محمد عبد الجبار ونصرة البدر. وني اي والله زربه بيها من دنيا تبعدنا عنه. ساعة تقريبا او ساعة وربع انا كان بس اللحم ينسلق، واخيرا انسلق. هسه راح نحمسه زين. خلينا الزيت بنفس الجدر نجيب انه زبد. اذا عندك زبد عندك دقيقتين حار خلي طيب نكهه. خلي لا تخاف. هذول المواد كلهن هسه تسوون. تجيب ثوم، كثر ثوم، لا تلعب نفسك يا خايس. ثوم بيكم ما بيخلي ثوم. راس كامل والله راس كامل اخليه. هسه من بالبانيه ارجع لكم الطريقه شلون. هسه نحمس عندنا الثوم واللحم. شو نجيب؟ البانيه هاي قالت انا ما تقصها او هي قصيه وخليه جدا. اخلص ابدت العبيه نهائيا. نخليه هيجي استكان مي خليها لين شوي هي جامده راح ادي. اضافه الى المي مال اللحم اللي سلقناه بقيه المي هذا هم الدبه نكهه زين. شو نسوي؟ لا تحركها وتظل هيك وما ادري شو تسوي، بس هيك شوي على كيف. شو نسوي لها؟
اوف هسه راح تذب المي، هم راح تنسلك، هم راح تنحمس، هم راح تصير ومن تبي تتحرك بيها هيك تسوي. هاي الحركة هيك حتى لا تنمرد لا تنمرد. خليها هيك ونرجع لكم. هذا بالمي ترى. انت بالعراق هناك غاز، اغاني حزينه وموسيقى حزينه، هذا لا مي. سمعوا. نسيت هسه مو راح تنسلك، شو نخلي له؟ كمون شويه، كمون بس، كمون وفلفل مطحون. لا تخلي له كاري، لا مرماري، لا زرباري، ماكو. كل هذول المنكهات ما تخلي فيها، خلي البانيه وها حتى الكمون قليل، بس بالثوم كثر. اخرب على الثوم. واللي يجيني يقول لي بريحه وهاي كل خيره، من ينحمس الريحه تروح مالته، الريحه كلها تروح، اموت على الثوم قبل ما يسلم عليكم. هذه بدلت الجدر، هذا اي حد يقول لي ابو عمر خربتها، عند الطبخه انت. بعدها بشينو جدر صغير، وارد احمس المعجون واريد هاي، فلازم جدر كبير. نجيب لنا معجون زير، خاشوقه حتى نحمسه، خاشوقه وثلاثة، خاشوقه ونص. قدر بيك راح تظل تدور وراي خاشوقتي. يلا نظل نحمسه ونرجع لكم. من اخلي انا عصرت هاي الزواع مال طماطه، لان ما عندي شو اسمه هذا خلاط، فسويت بايدي وبرجلي وبخشمي وبوجهي باي مكان عصرته، لكن بايدي بس ما رحت اطلع فيها راح هذول البرابيق ادري لعبوا النفس هذول بيدك وفرك. طبت راحت. تفضل خلينا نحمس المعجون ونرجع لكم. بعد ما نحمس المعجون هيجي انفرط هيجي، وعشان لا تقلبها بيدك بالخاشوقة تنمرد. هيجي بعد ابوك زين وابن الزين ما كلها لابست زين. تيجي تخلي هاي تمام. حتى الان انتبه، ما خال قطرة ملح، ماكو ملح حتى الان، ماكو ملح زين. سنتانيها نرجع لكم على الخطوات ايش راح اخليه وهالسوالف هاي. باعوا بالنسبه لي انا اريدها شويه ضخيمه، ايش راح اخلي لها؟ قلاص، قلاصين، ثلاث قلاصات مي، 3 قلاصات. باي هسه بقى شلون راح تتروب، وشوف شلون راح تصير. بس بدها تتروب اصبر علينا. اخذ لها هسه عادي هيك تخوطها شويه زين. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح ادور على القبض مال هذا الجدر واغطيه، لان ما ادري وين القبض مالتي، والله ما ادري. بن حسين زربوا عليه ايش طباخ. عربالنا الاجاويد. هسه ما طول عندنا فار المي، هسه نبدا نخلي الملح توز. هاي اكو سالفه مال شاب من يقول واحد مثلا ترى اسوي بيك فلان شيء ترى ما يقول له طاز. فهاي الكلمه منين جايه؟ هاي الكلمه جايه من العثمانيين من الاتراك، اللي هي كانت قبل تجار، قبل كل شيء عليه ضريبه، بس فقط الملح زين، اللي هو الملح يسمونه توز تمام. فيجيبون تجار من العراق، يجون التركي ياخذون غراض وهاي السوالف هاي، فيرجعون للعراق. فبالقمرك شي يقول له شايل، يقول له توز 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 توز. مشت هاي الكلمه ذاك الوقت لهذا الوقت. شنو مثلا ترى اسوي بك فلان، يلا دروح توز، يعني شنو ارخص شيء كل شيء ما يقدر يسوي. وهاي معلومات ابو عمر توز. جيب ملوحي، ملوحي هاي همه حد يقول له قليل ومن هالسوالف. وهذا افضل. شلون تعرف الثوم المطحون افضل نوعيه؟
شوف اللون مالته يصير على صفار، اضافة الى الريحة مالته قوية. الله الله الله، هم تخليه خاشوق هيك. تنكيه هيك شوي بعد شوي. لا انا قلت لكم احدثهم. هذا هو. تمام؟ وش نخلي ذا تريد حموضة؟ يعني محمض تخرب على حموضة. انا طبقت راسي النص هاي تحملوني. انا اي حموضة. انا احب الحموضة. انا مندوزي. مندز. الله. فول هسه. وما لقيت الطبق ف غطيتها بالليز مال الصينية مال الفيلم. كل شيء يصير، اللي يقول لك ما يصير من شنو طقه. كل شيء خلي، حتى لو تكرم استغفر الله، لا حرام نعمته. طبعا ما اسولف لكم، ما اسولف. باور روبا الله 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 باوع تقول مو بانية كنا ذاك. طلع بعدهم هذا مالت من هذا. استغفر الله عشان تموتون على هالسوالف. والله ادري بيكم بالقران باويح. لقم زبد عابد. بس اروح اسوي تمن ونرجع لكم. شباب اليوم التمن مش راح اسوي اليوم كبس منقع. طبعا اكيد منقع قبل نص ساعه. هذا التمن حبينا اللي خلينا زبد. احنا ايش راح نسوي؟ راح ندير التمن مدة مي هسه. انتبه على طريقه وللنسوان اللي ما تعرف. نعلم هاي الطريقه ان شاء الله بالمستقبل البعيد. كذا تقلب التمن، تقلبه بالزيت. شلون اللي تحمسه؟ ليش راح تقول لي شنو ليش ما تخلي فوق مي هسه؟ لا انا راح اخليه هسه. شنو؟ لان انا منقعه فالتمن طري هيك صاير. شلون عبودي اكيد عندكم عبودي ابن خالتك هيك ابن عمتك دائما امك تحيرك فيه. شوف عبودي هو عبودي فاي زين هيك نفس التمن هيك صاير عبودي هيك زين. فشنو تحمسه؟ خليه ياخذ استقراره بالدنيا شوي.